السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن ساعة من ساعات هواوي الجديدة. هي مش جديدة قوي، نزلت من فترة، بس الساعة دي من الساعات القريبة ليا بصراحة، وهي هواوي واتش جي تي 4. نخش في الموضوع على طول واقول لك ان هواوي بصراحة متميزة جدا في الاكسسوارات بتاعتها، سواء ساعات او بندات او الحاجات اللي هي بتطلعها دي، وبرضه متميزة في التليفونات بتاعتها. بس اللي عجبني بقى في الساعة دي بصراحة ان هو نازل منها اصدارين، اصدار رجالي واصدار موجه للسيدات، وطبعا في الاتنين نازل بكذا لون، بحيث ان انت لو عايز تختار لون معين لمناسبة معينة فتلاقي اللون موجود. بالنسبة للساعة الرجالي فهي حجمها 46 مللي، وبالنسبة للساعة الموجهة للسيدات فهي 41 مللي، حجمها اصغر شوية، ودي الشياكة كده لو انت حبيت تجيبها هدية لمراتك او لمامتك، حاجة كده فخامة، او لاختك برضو يعني. بالنسبة بقى لتصميم الساعة، فالساعة دي مصنوعة من الستانلس ستيل. طبعا الفريم كاتبين عليه الدقايق، في فريم تاني جوه مكتوب عليه الساعات وحاجات كده، حسسك ان انت ماسك ولا لابس ساعة فخمة بصراحة. وظهر الساعة دي من البوليمر، وطبعا المميز فيها ان هي مقاوم للماء والغبار. طبعا لو حبيت تنزل بيها حمام السباحة او حبيت ان انت تتوضى بيها او تستحمى بيها مفيش اي مشكلة، مش هيحصل لها اي حاجة. وزن الساعة دي 48 جرام، ده بالنسبة للساعة الموجهة للرجال الشبابي يعني، والساعة موجهة للسيدات وزنها 41 جرام، خفيفة جدا يعني. والجميل بقى ان تصميم الاستراب بتاعها او الستيك او معرفش انتوا بتسموه ايه، تصميمه بصراحة مميز جدا. بالنسبة كمان للون الاخضر، انا شايف اللون الاخضر ده ممتاز جدا ويمشي على كذا حاجة، والنقشة اللي موجودة فيها تحسسك ان هي تمشي كلاسيك وتمشي كاجوال الاتنين مع بعض. وبرضه تقدر ان انت تغير اللوستيك ده وتشيله خالص وتحط حاجات تانية انت عايزها، يعني تجيب لك اونلاين كام اوستيك كده وتركبهم في الساعة مع كل مشوار ومع كل مناسبة تغير الاوستيك بتاعك. بالنسبة للشاشة بقى في الساعة دي، طبعا الشاشة من نوع اموليد بحجم 1.43 انش، ده للنسخة الرجالي، والنسخة الحريمي 1.32 انش للنسخة الحريمي. وطبعا بما ان هي اموليد فالالوان بتاعتها بصراحة فوق الممتازة، وطبعا السطوع بتاعها تحت الشمس مش هيديك سطوع قوي قوي، بس برضو هتقدر تشوف منها كويس تحت الشمس. طيب الاسئله بقى اللي بتيجي بخصوص الساعات والبندات والكلام ده لما باجي اشرح ساعه او بند، بتيجي بخصوص ان هي ينفع للايفون او ينفع للاندرويد، او طبعا ينفع لكل التليفونات ما فيهاش اي مشكله. وبتقدر ان انت توصل الساعة بالتليفون عن طريق برنامج هواوي هيلث، ده مش هتلاقيه في جوجل بلاي، ده بالنسبة للاندرويد مش هتلاقيه موجود فيه. انت مجرد ان انت تخش على جوجل تسيرش على هواوي هيلث، تنزل الابليكيشن وتتعامل عادي، تقدر توصل بقى الساعة بتاعتك وتتعامل عادي من غير اي مشكلة. والسؤال التاني برضو اللي دايما بيجي لي، هل هي بتدعم المكالمات؟ بتدعم المكالمات، وتقدر ان انت ترد من خلالها. لو انت مثلا جالك تليفون والتليفون بعيد عنك، ترد من الساعة واللي انت بترد عليها يسمعك بوضوح وانت هتسمعه بوضوح، لان فيها مايك قوي جدا وسماعات قوية جدا برضو. الجميل فيها ان هي فيها ميزة Always On Display، انت مش محتاج ان انت ترفع تعمل الساعة كده علشان خاطر تنور وتشوف الساعة كام، لا هتلاقيها شغالة معاك على طول. زائد كمان ان هي فيها ميزة السطوع التلقائي، مع الإضاءة القوية هتلاقي السطوع انخفض شوية، لا العكس، مع الإضاءة القوية هتلاقي السطوع بقى قوي، مع الإضاءة الضعيفة هتلاقي السطوع بقى ضعيف. طبعا بقى بالنسبة للواجهات، فهواوي حاطلك مئات الواجهات تقدر ان انت تختار منها الواجهة اللي انت عايزها من خلال الشاشة. طبعا تقدر بدوسة واحدة تختار الواجهة اللي انت عايزها، او من خلال الابليكيشن على الموبايل بتاعك تختار برضو الواجهة اللي تعجبك. في منها طبعا اللي بفلوس وفي منها اللي مجاني. في سؤال برضو كان على طول بيجيلي، هي دي بتدعم اللغة العربية؟ بتدعم اللغة العربية وما فيهاش اي مشكله فيها. طب وبالنسبه للرد على الرسائل، لو في اي رساله بتجيلك مثلا على الواتساب بتشوفها عادي، ما فيش اي مشكله. لو عايز ترد عليها، ده بيكون من خلال رسائل انت بتكون مجهزها، يعني زي الرد التلقائي او الرسائل المجهزه، حاجه كده تقدر تتحكم فيها وتقدر تغير الرسائل دي، بس تكون رسائل موحده. ما ينفعش انت تكتب رساله وتبعتها للواتساب لحد، لا لازم تكون انت مجهز الرساله بحيث يكون في رد تلقائي لو انت عايز ترد عليه للي بعت لك مسج على الواتساب. وطبعا فيها الحاجات المتميزة واللي موجودة في أي ساعة أو أي بند دلوقتي، وهي المميزات الصحية، يعني مثلا SpO2، لو أنت عايز تقيس الضغط، بيقيس لك ضربات القلب، الكلام ده كله موجود في الساعة دي. وكمان موجود حاجة زيادة عليها، درجة حرارة الجسم، بيقيس لك درجة حرارة الجسم
لو انت سخن بيعرفك درجة الحرارة بتاعتك بدل ما تحط ترمومتر في بقك، خلال ايدك بيقيس لك كل حاجة. وبرضو فيها اكتر من 100 نشاط. لو انت نازل تلعب جيم او تلعب رياضة معينة بتقدر تحدد الرياضة اللي انت عايزها، ومجرد ما بتختارها بتبتدي بقى تمارس الرياضة بتاعتك. هي بتحدد لك بقى انت سعراتك قد ايه واستهلكت منها قد ايه، ومشيت ولا جريت كام متر ولا كام كيلو. الكلام ده بيتحدد كله تلقائي من خلال الساعة. وكمان فيها ميزة حلوة جدا، مش لازم تحدد الرياضة اللي انت بتلعبها. يعني لو انت نازل جيم وهتلعب كذا حاجة، فيها ميزة تتبع تلقائي للنشاط. تقدر تتبع انت بتلعب ايه دلوقتي، وتبتدي هي تحسب بناء على اللي انت بتلعبه. طبعا كل ده من خلال السنسورز اللي موجودة على ظهر الساعة. المميز بقى واللي بيميز الساعة دي عن اي ساعة تانية وهي البطارية. الساعة دي البطارية بتاعتها بتقعد معاك بالظبط اسبوعين، ولو انت فاحتها استخدام بقى ومكفرها تقعد معاك 10 ايام. انا شايفه وقت ممتاز جدا ان انت مش كل شوية تقلع الساعة تحطها على الشاحن عشان خاطر تشحن. ساعات بتلبسها فاصلة زي ساعات كتير الناس بتستخدمها دلوقتي. فتوفيرا للوقت وتوفيرا لحاجات كتير، انا شايف ان الساعة دي مميزة جدا في النقطة دي. مش هيفرق معايا بقى وقت الشحن قد ايه، يعني حاجة بتقعد معايا اسبوعين هفكر بقى وقت الشحن بتاعها قد ايه، بصراحة مش فارق معايا. يعني هو وقت الشحن عامة في الساعة دي بيكون ساعة ونص من 0 ل 100%. فهي بصراحة ممتازة جدا في قصة البطارية. طبعا بتدعم الجي بي اس بس ما بتدعمش الواي فاي. فيها ميزة حلوة برضو، فايند ماي فون، لو انت تليفونك ضايع تقدر من خلال الساعة تلاقي التليفون، ولو الساعة ضايعة برضو تقدر من خلال التليفون ان انت تلاقي الساعة. فانا شايف ان هي ميزة ممتازة جدا برضو، مش موجودة في معظم الساعات. تقريبا كده انا اختصرت لكم كل حاجة موجودة في الساعة دي، ناقص بس السعر. الساعة دي متسعرة في مصر ب 11,000 جنيه مصري. بره مصر هتلاقيها في حدود 250 دولار. يعني هي غالية شوية، بس بصراحة أنا شايفها ساعة ممتازة جدا. لو أنت حد بتستخدم الساعات السمارت ووتشز عامة يعني وعايز تعمل أبجريد، أنا شايف إن الساعة دي ممتازة جدا في إن أنت تعمل ليها أبجريد. ولو أنت مثلا معاك الإصدار اللي قبل كده ما تغيرش، إن تقريبا هي نفس الأوبشنز اللي موجودة في الساعة دي موجودة في الساعة دي، مع اختلاف حاجات بسيطة قوي. كده أكون وصلت معاكم لآخر الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. سلام.